كاينين جوج انواع ديال الراب، واحد كيحكي الحقيقه وواحد كيبيع الحلم. لقينا واحد كتسمع نتايا. النوع الاول عندنا اندر جراوند راب. هذا النوع هذا كيتزاد في الزنقه، بيت صغير، مايك عادي. هنا الفنان كيكتب باش يفرغ هذاك الشيء اللي في الداخل ديالو، كيكتب على المعاناه، الصراعات ديالو، الواقع الخايب اللي كيعيشو وبلا فلتر. المهم ماشي تشوفني ولكن تحس بيا. هنا غادي نخلي لكم واحد ليكزامبل على اندر جراوند راب. You roll bikes, we roll fives. There's no comparison, son. Just embarrassing. I'm running with some of the baddest men in the whole New York. We hold. النوع الثاني عندنا الراب كوميرسيال ولا الكوميرشال راب. هذا النوع كيتصاوب باش يطلع في الترند، روفران ولا هوك ساهل، كلمات كتدخل في الدماغ بالزربه والبيت كيكون واعر. هذا النوع كيكون كيغني على الفلوس، الشهره واللايف ستايل اللي الناس باغيين يعيشوه. ماشي المهم تحسوا، المهم تحفظوا. وهنايا غادي نخلي لكم مثال ثاني على الكوميرشال راب. ولكن في الحقيقه حتى شي واحد فيهم ما خايب. الراب اندر جراوند فيه الحريه، الفنان كيقدر يعبر على داك الشيء اللي بغى، يقدر يقول اللي بغى وكيف ما بغى، وما كيهموش بزاف الفيوز ولا شحال ديال الناس غادي يسمعوا ليه. الكوميرسيال العكس، فيه فرصه توصل للملايين ديال الناس، ولكن خاصك تبع واحد الكادر وتكون كترابي واحد الليريكس وتكون كتختار واحد النوع ديال البيتس وتكون كتلبس بواحد الطريقه معينه وكتبان بواحد الصوره معينه. يعني ما كايناش حريه في العالم ديال الراب. كاين اللي كيكتب باش يعيش وكاين اللي كيغني باش يعيش مزيان. الرفاهيه. ودابا انت خلي لي في كومونتير واش مع التيم اندر جراوند ولا مع التيم كوميرسيال. نشوفكم في ريل جديد. بيس اوت.